تعالوا حبايبي نعمل الكبسة القمر اللي انتوا شايفينها دي في حلة واحدة بأسهل طريقة، مش هتاخد منكم وقت خالص. وزي ما انتوا شايفين اللحمة دايبة دوب والطعم حكاية. بصوا حبايبي دلوقتي حطيت حلة على النار تسخن كويس جدا عشان ادي صدمة للحمة بتاعتي. اول حاجة عندي هنا بصل صغير متقطعين هنزلها. حطيت شوية زيت او معلقة سمنة واقلب دول كلهم مع بعض البصل كده لحد ايه دلوقتي اهو البصل كده اتدبل معايا وعندي قطع اللحمه بتاعتي اهي هنزل عليها كده. وهنزل على طول عليها كده بالبهارات قبل ما تاخد صدمه من تحت. اول حاجه الفلفل الاسمر، ورق اللورا، بهار اللحم، اي بهار مشكل 7 بهارات مثلا، حبهان، حاجه بسيطه من المستكه، قرفه، كزبره ناشفه. بصوا كل ده انا لسه ما قلبتش الوش التاني، انا سايباها تاخد لون كويس جدا. تمام. وعندي هنا ايه كركم وكاري اهو، ده كاري وده كركم. تمام. اللي عايزين بقى تحطوه حطوه. ده يبقى هي خدت شويه سمنه من تحت، هديها سمنه سمكه ثانيه اهو. هسيبها تتشوح شويه كده في البهارات. بصوا حبايبي دلوقتي خلاص اهي اللحمه بتاعتي اتشوحت كويس جدا زي ما انتم شايفين في البهارات والبصل. هنزل بقى عليها شويه ميه. هسيبها بقى ايه تستوي، ولما تستوي برضو هرجع لكم اشوف هنعمله ايه تاني مع بعض.
خليكم معايا لاخر الفيديو. بصوا حبايبي، خلاص اللحمه بتاعتي 3/4 سوا كده، يعني خلاص. عندي هنا الرز البسمتي انا غسلاه ونقعته زي نص ساعه. قوم جايبه بقى الرز، منزله بقى ايه على اللحمه. طبعا انا كل ده لسه ما ملحتش يا جماعه، انا بحط التمليح مع الرز عشان خاطر برضو انتوا فاهمين ان اللحمه لو اتحط لها ملح مش هتستوي. اهو بصوا حبايبي، هحط بس ورقه واحده مرقه اهو. تمام. احط بقى شويه ملح، هملح الرز بتاعي عادي جدا. اهو تمام. وقلب بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبايبي بس كده. على فكرة ممكن بقى في المرحلة دي تحطوا خضار بقى، تحطوا مثلا جزر، بسلة، بطاطس، الحاجات دي كلها. تمام. انا دوب بس الملح بتاعها ايه. لا تمام تمام كده، مش عايزة اي حاجة. هسيب بقى الرز يستوى وهي هوريها لكم في الشكل النهائي خالص. بس كده حبايبي، ادي الكبسه بعد ما خلصت بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم طعمها تحفه، اللحمه دايبه دوب. بصوا دايبه. وطبعا حطيت هنا جنبها مخلل لفت، وده طبعا خيار. ممكن بقى تعملوا شويه بطاطس، يعني الحاجه اللي انتوا بتحبوها. بصراحه هي اكله بصراحه مش عايزه اي حاجه جنبها، اقسم بالله مأكله نفسها بنفسها، يعني مفيهاش اي حاجه. تمام. بس كده، دي كانت طريقتي في الكبسة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى اكون افدتكم بشيء. لو الفيديو عجبكم متنسونيش في اللايك. شكرا جدا لمتابعتكم الفيديو.